البط بالبرتقال بأحلى تتبيلة. ونصلي على رسول الله ونبدأ على طول. ده محلول النقع، دول شوية مية ونص كوباية ملح، نص كوباية سكر. توابل بقى دي حسب الرغبة، حطيت فلفل اسود، قرفة، جنزبيل. الحاجات دي بتدي منكهات، ممكن تضيفوا ورق لورا، حبهان. كل الحاجات دي هنحطها في المحلول عشان ننقع فيه البطة. محلول النقع ده مهم جدا جدا عشان يسحب لكم اي زفارة او دم من جوه البط. اللي مش حابب يعمله هيدعك البط كويس جدا بدقيق وملح وخل لحد لما يحس ان مفيش خلاص ريحة زفارة، ويشطفه كويس جدا جدا تحت المية. لكن لو هتشوي بط مش مسلوق، يفضل طبعا او فراخ او اي طيور ان انت تعملي لها منقوع محلول النقع ده، وتسيبيها من بالليل لحد الصبح في التلاجة مش بره التلاجة. انا هنا بدوب بس الملح والسكر، لان لو حطيتهم في ميه بارده مش هيدوب معايا كويس. فدي ميه بتغلي عشان السكر بس والملح يدوبوا معايا كويس، عشان اتاكد ان البطه اتشربت المحلول كويس جدا. هنا بقى دول حوالي لترين ونص من الميه، شرايح ليمون، قشور برتقان. وكمان هنحط عليهم شويه خل، حوالي ربع كوبايه من الخل. يبقى المية السخنة اللي احنا عملناها في الأول عليها 2.5 لتر مية ساقعة، عشان البطة مينفعش تتحط في محلول دافي ولا سخن، هتبقى مية ساقعة. وكمان شرايح ليمون، بشور برتقان بإننا هنعمله بالبرتقان، وربع كوباية الخل. وهنسيبه في التلاجة. أنا نفسي هسيبه من بالليل لحد الصبح هشتغل فيه. لكن لو انتي مستعجلة وعايزة تعمليه، أقل حاجة هيقعد فيه حوالي 6 ساعات. طبعا أنا هنا خلاص كنت دلوقتي هسوي البط. ده بقى محلول تاني بعمله لها. ده بيبقى يا جماعة مثلا عصير طماطم، او صلصة، ومعاها عصير بصل. بحط خل وعصير برتقال. هي دي الحاجات اللي موجودة. ممكن تضربوا طماطم مع بصل مع توم مع فلفل في الخلاط وتصفوه وتشتغلوا بيه. وكمان هاخد حوالي معلقة من الخل، ممكن تضيفوا دبس رمان او كاتشب او صويا صوص، لان ده محلول هنقع فيه البطة تاني وهسوي بيه البط. دي بقى معايا التوابل: ملح، فلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة من الحبهان، ورق لورا، وكوباية صيني. وكمان معايا نص معلقة قرفة ونص معلقة جنزبيل، ومعايا كزبرة ناشفة. ودي الحاجات اللي انا محتاجاها عشان اتبل بيها البط، وعشان كمان اسوي بيها البط. ظبطوا موضوع الملح، لان الملح ده هو اللي هيسوي لي البط في الفرن، سواء هتحطوه في كيس حراري او هتغطوه بورق فويل. المحلول ده مهم جدا يكون الملح بتاعه مظبوط. وطبعا حطيت عصير البرتقال وبشر برتقال، وعصير ليمون. الحاجات دي كلها هتعمل منكهات للبط من جوه. الحاجة التانية اللي انا هضيفها من عندي ان انا هضيف التوابل بتاعة الاندومي. ممكن تضيفوا ماجي، بس انا بحب توابل الاندومي دي بصراحة في تتبيلة الفراخ او البط، بتدي نكهة حلوة وطعم حلو قوي. انا هضيف كيس واحد بس من التوابل. طبعا بعد ما قلبتهم كويس جدا مع بعض، دي البطة طبعا بعد ما شلتها من المحلول بتاع النقع وشطفتها كويس، هحطها في التتبيلة دي، وهسيبها كده على جنب لحد لما اقطع الخضار بتاعي اللي انا هحطه في الصينية واظبط الدنيا. يعني ممكن تسيبوها حوالي، لو سبتوها حوالي ساعة كده هتبقى شربت الطعم بتاعها ويبقى طعمها حلو جدا جدا. حاولوا تشدوا تحت الجلد كمان وتحطوا التتبيلة. طبعا زي ما قلت لكم الملح بتاعنا مظبوط، لان هي نفس الطبق كمان نضيف، والبطة اتشطفت كويس لان ده نفس المحلول اللي انا هسوي بيه البط. طبعا هنا انا حاطه في الصينيه دي يا جماعه خضار، يعني حاطه بطاطس، طماطم، بصل، شرايح ليمون، شرايح برتقان. ممكن تحطوا جزر وكرات، وحاطه كمان فلفل اخضر، وتحطوا كرفس او كزبره خضراء. يعني الحاجات دي بتدي طعم حلو جدا جدا. كميه المحلول اللي انا حطاها دي مش قليله يا جماعه ولا حاجه. الخضار ده بعد ما دخل الفرن الخضار كمان بيبقى فيه ميه. كمان حشيت البط ده، حطيت فيه بصل وفلفل ونص برتقانة مقطوعة كده، هو بالشكل ده. خدت بس منها نص، هحطه كده في البط على اساس انها تصفي الصوص العصير بتاع البرتقان. طبعا يا ريت تبقى برتقان بلدي اللي هو بيبقى فيه نسبة حموضة، عشان الحموضة دي بتبقى حلوة قوي. وبتخلي البط ليه نكهة وليه طعم حلو. وزي ما قلت لكم شرايح برتقان وليمون والحاجات دي.
الصوص ده مش قليل، لان زي ما قلت لكم الخضار هيفرز ميه كمان معايا. كل اللي انا عاوزاه بعد كده ان انا بس احط ورق زبده، وبعد كده ورق فويل، وهتدخل فرن على درجه حراره 200 لمده ساعتين او ساعتين ونص. لازم تتاكدوا ان البط ده بط صغير، ميبقاش بط كبير، لان البط الكبير هياخد معاكوا سوا كتير ومش هيستوي كمان في الاخر، ودي هتبقى مشكله. فلازم تتاكدوا ان البط ده بيبقى بط صغير عشان يستوي معاكوا فعلا في الفرن بسرعه. هنا خلاص البط بتاعي كان قرب يستوي، فانا دلوقتي كل اللي هعمله هنا دي زبدة صلصة، وهاخد عليها نص معلقة من العسل الاسود. هو المفروض بيتحط عسل ابيض، بس العسل الاسود بصراحة بيديها لون حلو وطعم حلو. ونص معلقة بس، ما تكتروش، لان الصلصة بيبقى فيها نسبة حموضة ونسبة ملح، فالعسل الاسود خلى طعمها حلو جدا. وكمان دي حرية يعني حرية شخصية، لو حد مش حابب يعمل الموضوع ده ممكن تدينوها كاتشب او ممكن دبس رمان او صويا صوص، زي ما تحبوا النكهة اللي انتوا بتحبوها. بس بصراحة الميكس ده كان طعمه حلو جدا وكان مدي نكهة حلوة قوي للبط. كمان يا جماعة في حاجة عايزة اقولها لكم، لو جبتي بطة واكتشفتي بقى انها كبيرة يعني وما استوتش معاكي في الفرن بعد الساعتين او الساعتين ونص، طلعيها من الفرن وحطيها على عين بوتاجاز ووطي عليها خالص على نار هادية، على اساس انكي تنقذي ما يمكن انقاذه، بس تأكدي ان عليها صوص كفاية يسويها. ده لو جبتيها يعني وبعدين لقيتيها كبيرة، لان في الحالة دي هي مش هتستوي معاكي في الفرن. انتوا عارفين ان الحاجات الكبيرة دي بتبقى عاوزة مية وعايزة تتغلي على النار. ممكن لو عندك حلة ضغط تحطيها فيها تسويها لك، ده لو يعني جت وطلعت كبيرة يعني. لكن طول ما البط صغير هياخد من ساعتين لساعتين ونص، مش اكتر من كده. هقلب الخليط ده معايا كويس جدا، وبعد كده هطلع البط من الفرن، هنقلها في صينية تانية وادهنها بيها واحطها تحت الشواية. هنا البط بتاعتي كده كانت استوت. بصوا يا جماعة كمية الصوص اللي نازلة على الخضار، فكانتش محتاجة مية خالص. كمان بصوا اللحم لما بيستوي بتلاقوا العظم اللي هو بتاع الرجلين ده اتعزل كده. كده اتأكدت ان التسوية بتاعتها كويسة. حطيت فيها السكين كمان، ملقتش فيه اي دم او اي حاجة بتخرج منها، وكده اتأكدت انها فعلا استوت. الخضار طعمه حلو جدا، خضار خفيف وصحي، مفيهوش زيت مفيهوش سمن مفيهوش اي حاجة. بجد طعمه في منتهى الجمال. كده هنقل البطة لصينية تانية، وهبدأ بس ادهنها بالصوص اللي انا عملته، وهدخلها تحت الشواية تاخد لون. مش هتاخد معاكي وقت خالص تحت الشواية، بس عشان تاخد لون احمر كده وشكله حلو. وبعد كده قدموها بألف هنا وشفا. اخواتي الغاليين، لايك شير اشتراك في قناة روشا ابراهيم شيف الواحد.